What are you thinking about? I was thinking that we ought to get married. طيب الفيديو كمان هتكلم فيه عن فيلمين الرابط الوحيد بينهم انهم هيتنسوا بين افلام السنه على الرغم من كونهم من اجمل انتاجاتها، بس يمكن مش هيحصلوا على الصدى الواسع بسبب تقلهم على مستوى تجربه المشاهده وبعدهم تماما عن فئه الافلام الخفيفه. واحد فيلم سوداوي ومظلم والتاني فيلم تاملي وشاعري شويتين. فلو ما عندكش مشكله في التغلب على شويه بطء في السرد في مقابل اختبار تجارب حرفيا ما تتنسيش فالفيديو ده ليك. بس الاول خليني كالعاده ارحب بيك، انا محمود ويلا نبدا فيديو النهارده. I've seen things you people wouldn't believe. All those moments will be lost in time, like tears in rain. خلينا نبدا بفيلم If I Had a Leg I'd Kick You، وده فيلم اثاره ودراما من اخراج ماري برونستاين وبطوله روز باير. بيحكي عن ليندا معالجه نفسيه وام لطفله مصابه بمرض مزمن وخطير بيحتم على ليندا ملازمتها والعنايه بيها بشكل مضاعف عن المعتاد في ظل غياب زوجها الدائم نتيجه لظروف عمله، عشان ننطلق معاها في رحله لمحاوله مواجهه ضغوط حياتها تزامنا مع حدوث انهيار في احد اركان بيتها بشكل بيجبرها على تركه والسكن في فندق رخيص، وتزامنا برضه مع ضغوط بتتعرض ليها من بعض مرضاها اللي بتعالجها. Everything is under control. مفهوم الرعب في الافلام بالنسبه لي معقد شويه، بحب عادي اشوف افلام رعب بشكلها التقليدي وبستمتع بيها جدا، مش كتير منها بيعرف يوصلني لمرحله اني اخاف، بس عادي بحسها وجبه لذيذه لابد منها من وقت للتاني. الافلام اللي بتخليني اخاف هي الافلام اللي بتحطني في مواجهه مشاعر واقعيه مدفونه جوايا، او اللي بتخليني اواجه مواضيع قد تكون غير خفيه علينا كمجتمع، بس يعني بنحاول انه نتجاهلها وما نفكرش فيها كتير، لانه من ناحيه في الغالب احنا مفيش حاجه ملموسه قوي نقدر نعملها لمواجهتها، ومن ناحيه ثانيه احنا البشر بشكل لا ارادي بنميل لتناسي كل ما هو صعب ورمادي. عقولنا بتفضل اكتر الالتزام بالالوان الحياديه على انها تغوص في امور جدليه صعب تلاقي حل مباشر ليها. فلما بيجي الفيلم اللي يقرر يعارض قرار عقلي ويخرجه من منطقه راحته، هنا بلاقي نفسي بشكل لا ارادي خايف ومرعوب. وفي اكتر من فيلم وصلني للحاله دي السنه دي، منهم مثلا بيجونيا بتساؤلاته عن ميلنا لتصديق الخرافات والبحث عن حلول سهله على مواجهه الواقع واخطائنا، او فيلم لوركر اللي ما اتكلمتش عنه هنا بس برضه بيحطك في مواجهه نفسك والمدى اللي ممكن توصل له في البحث عن الاهتمام، او الفيلم الفرنسي ذا بيانو اكسيدنت اللي بيلعب على فكره فساد مجتمعنا وسهوله استثارته تجاه كل ما هو غريب بشكل بيكسب مواضيع كتير في حياتنا اهميه لا تستحقها. لكن يمكن اكتر فيلم اتاثرت بيه هو الفيلم اللي اخترت اتكلم عنه النهارده If I Had a Leg I'd Kick You، مش عشان هو الاكثر تميزا فيهم على مستوى فنياته او حاجه، وانما لانه قعدت فتح اسئله بتثير مخاوف ما اعتقدش ابدا انها بعيده عن اي حد مننا. اظن طبعا انا مش محتاج اوضح قد ايه الفيلم سوداوي ومزعج وخانق على مستوى تجربه مشاهدته. قصه الفيلم لوحدها قايمه بالواجب، ومخرجه الفيلم بتستخدم كل ادواتها لمهاجمه المشاهد واقترار كل المشاعر السلبيه منه في سبيل انها تخليه يتواصل مع قصتها، لدرجه انه في بعض الاوقات ممكن تحس بشويه مبالغه في استعراض مدى مأساة القصه، وده مش اتهام الفيلم بيحاول يبرئ نفسه منه باي شكل من الاشكال، بالعكس ده بيتمادى جدا في اظهاره. يعني مثلا احنا قدام قرارات اخراجيه ممكن توصف بانها تعسفيه، من اول التركيز الواضح على شخصيه الام وتهميش كل حاجه حواليها لدرجه ان طفلتها مش بتظهر بوشها تماما خلال مده العرض وبنكتفي بصوتها او اجزاء بسيطه من جسمها. كمان لجوء المخرجه الدايم للرموز البصريه علشان تزود التاكيد على الضغوط اللي بتتعرض ليها البطله، زي الفجوه الموجوده في بيتها مثلا اللي بتزداد غرابه واتساع مع اقتراب ليندا من حافه الانهيار، او بناء عالم الفيلم نفسه اللي بينفي وجود اي نوع من انواع اللحظات الخفيفه او الهاديه، كأن كل تفاصيل حياه ليندا ازدادت حده فجاه وكلها بتدي انذارات متكرره بتوحي بعدم القابليه لاحتمالها. ومع ذلك بطلتنا دايما بتصد اي محاوله للتدخل وبتفقد ايمانها بوجود اي حل يقدر يساعدها. مبالغات الفيلم دي بتخلق تجربه مشاهده قاسيه ومظلمه جدا، ورتم الفيلم ابدا مش بيساعد في تقبلها، بالعكس ده بيزيد جدا من عدم قابليتها للاحتمال لانه هادي وفي اقوال اخرى ممكن نقول عليه بطيء. طيب ليه ده كله ما يعتبرش عيوب؟ ببساطه لانه ساهم في خلق حاله مناسبه تماما للفيلم عايز يقول ان If I Had a Leg I'd Kick You بيلعب على نقطتين علشان يخلق تاثيره. النقطه الاولى انه يكسر اي حاجز بين المشاهد وما بين الشخصيه الاساسيه، فيبدا يشوف العالم من عيونها ويواجه مشاكلها كانها مشاكله، فيبتدي
وبالتالي يخلق تبرير لكل الضلمه اللي بيشوفها قدامه. والنقطه الثانيه هي مداعبه الخوف اللي ممكن يكون عند اي حد في الحياه من فكره احضار طفل للعالم ده وتحمل مسؤوليته. ومن ناحيتين الفيلم نجح تماما في التاثير عليا. انا قدرت اقتنع بانه انا لو مكان شخصيه ليندا مش هيبقى في اي مكان للسعاده في حياتي. دي واحده مضطره تواجه العالم لوحدها، بيحتم عليها الحياه في مكان غريب مع طفله مريضه، وضغوط من نظرات واحكام العالم عليها في اي مكان بتكون فيه، من اول شغلها وصولا لكل ما هو متعلق باماكن معالجه بنتها. لا وغير كده كمان بتنشا عندها تساؤلات عن مدى استحقاقها لقب ام، وبتصارع مخاوف اسئله ماذا لو كانت غير كافيه، او ماذا لو كانت غير قادره على تحمل مسؤوليه بنتها، بشكل بيخلق ضغوط داخليه كافيه لتحويل كل ما هو جميل في العالم لخراب. وده بالنسبه لي كان مبرر قوي لتهميش كل من هم حوالين بطلتنا اللي بيحاولوا يمدوا ليها ايد المساعده من وقت للتاني، لانه احنا امام شخصيه غرقت في عالمها لدرجه صعبت انتشالها منه باي كلام بسيط او حتى بجلسه علاج نفسي. وعلى الجانب الثاني نوع المخاوف بقى اللي الفيلم بيخلي المشاهد يواجهها، واللي كلها بتنشا من تساؤل ايه هي المؤهلات اللي المفروض يشوفها الانسان في نفسه علشان ياخد قرار باحضار طفل للعالم، وهل اصلا السؤال ده منطقي ولا لا. ده فيلم بيواجهنا بصعوبه المهمه دي وضروره التفكير كتير قبل الاقدام عليها. فالمحصله تجربه مشاهده بتدفعك علشان تتوتر وتخاف وبتقلق، وبتنجح في ده تماما بشكل اجبرني اتعامل مع كل عيوبها على انها قرارات لازمه عشان التجربه تطلع بالشكل ده وبالتاثير ده. بالاضافه بقى انه If I Had a Leg I'd Kick You عنده الاداء النسائي الاقوى في السنه لحد دلوقتي من وجهه نظري. التجربه كلها قايمه على كتاف روز بايرن اللي حرفيا بتلوز هير سيلف فور ذا كاركتر، بتعبر عن سيده على حافه الانهيار وبتتنقل بسلاسه مبهره ما بين مقاومه الانهيار ده وتساؤل تجاهه والاستسلام ليه. لو ما طلعناش من الفيلم غير بادائها فده كافي جدا بالنسبه لي. عموما ده واحد من الافلام اللي مستحيل ارجع لها تاني في حياتي، ومع ذلك هو بالنسبه لي واحد من ابرز وافضل افلام السنه، عشان كده تقييمي له هو 9 من 10. I can see you now. الفيلم التاني بقى هو ترين دريمز، وده فيلم لعشاق السينما الشعريه والهاديه. قصتنا بسيطه، روبرت جراينر شاب وحيد ومنعزل وذو مظهر كئيب بيشتغل في قطع الاخشاب اللي بتستخدم في بناء السكك الحديديه جوه امريكا في مطلع العشرينات. احداثنا بتبدا لما بالصدفه بيقابل جلاديس علشان يقع في حبها، ومعاها بيعرف الالوان والحياه للمره الاولى في حياته. احداثنا بتبدا لما بيحصل ثنائي قصتنا على طفلتهم الاولى كيتي، ومعاها بيبدا روبرت ياخد خطوات علشان يتخلص من وظيفته الخطره واللي بتتطلب منه السفر لفترات طويله والبعد عن عيلته في سبيلها، عشان ينطلق معاه في رحله لمحاوله تحقيق الهدف ده في ظل اقتراب مأساة ضخمه منه. Beautiful, ain't it? What is? All of it. Every bit of it. محتار ابدا منين؟ لانه ترين دريمز من نوع الافلام دي اللي بحب اطلق عليها افلام بتحول المشاعر لشيء مادي بتشوفه قدامك وتلاقي نفسك مضطر تتعامل معاه. بيطوع كل عناصره الفنيه علشان يقدم لك تجربه بيطغى عليها الراحه والسكينه، فيهيئ لك جو شاعري قوي تتعامل فيه مع المواضيع المختلفه اللي بتنقل بينها، من اول الوحده مرورا بالحب بكل ما تحمله الكلمه ديت من حلاوه وحزن، وصولا للتعامل مع مفهوم الزمن. ده من الافلام اللي بتحسسك انك عشت عمر كامل خلال مشاهدته. وبيرسم كل ده جوه نسيج بيحاول يقدم من خلاله رسائل عن الطبيعه وعن الغرور اللي بيتصف بيه البشر لما بيحسوا ان هم قادرين عليها. التجربه المريحه دي بتبدا من اول مشهد لما بتختبر صوره ساحره بتأسر العين وبتحاول تترجم شعور الصمت وتضيف للفيلم احساس انه جزء من ذكرى حزينه او حاجه. ايوه هي دي الكلمه الصح. ترين دريمز عامل زي ذكرى حزينه بتتحكي على لسان الطبيعه اللي واقفه بمرور الزمن، شاهده على تطور البشر وبرضه شاهده على زوالهم. ذكرى عن راجل الحياه قدمت له كل حاجه بسرعه وبنفس السرعه اخذت منه كل حاجه وهو واقف يتفرج بلا حول او قوه. بس على الرغم من وصفي للفيلم انه اشبه بذكرى، ده ابدا ما يقللش من واقعيه صورته. مخرج الفيلم بيقدم لوحات مبهره بيعتمد فيها على تفاصيل الغابات علشان يدعم الصراع الاساسي ما بين البشريه والبيئه اللي بيحاول يوصله، وبيعتمد برضه في معظم الوقت على الضوء الطبيعي علشان ينور مشاهد فيلمه فظهرت في غايه الحقيقيه. حبيت جدا الطريقه اللي صور بيها مشاهد الاحلام، تحديدا مشهد حلم بطلنا بزوجته وبنته خلال المأساة اللي مروا بيها، بالضبابيه اللي ظهر بيها دي. حرفيا حسيت كاني بشوف لوحات متتابعه في متحف او حاجه، وده كله اتزين بموسيقى تصويريه بتدخل في اوقات محسوبه قوي علشان تعزز من مشاعر التجربه المختلفه. لكن اللي هتكلم عنه كتير هو جول ادجرتون. انا اصلا بواجه صعوبه دلوقتي في الكلام عن الفيلم علشان مش عايز ابوظ شعريه تجربه المشاهده على حد، بس اللي اتمنى اكون قدرت اوصله هو قد ايه الفيلم صامت ومش بيقول كتير بشكل مباشر، بس مع ذلك جول ادجرتون عرف يلاقي طريقه لترجمه اعباء شخصيته بدون كلام كتير او انفعالات مبالغ فيها، بتعرف تتوحد معاه وتحس من خلاله بمدى تقل الماضي وحلاوه الحاضر وعذاب المستقبل. ادجرتون في الفيلم بيحاكي صوره الراجل العجوز
كروز اللي عاش كتير قصص وحكايات ومر بكتير مغامرات، واللي في سكوته تقدر تسمع كلام كتير قوي. لسه طبعا في بعض الاداءات اللي عليها كلام واللي لسه ما شفناهاش في السنه، بس بالنسبه لي لحد هذه اللحظه جول ادجرتون قدم الاداء الرجالي الافضل في السنه. مش عايز اتكلم اكتر من كده عن الفيلم علشان تقدروا تستمتعوا بالتجربه بشكل كامل، لانه حقيقي ده واحد من الافلام اللي مش المفروض تتفوت السنه دي، واكيد يستحق جدا علامه الكامله. وبس دي كانت كل حاجه عندي النهارده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا، يا رب تكونوا استمتعتوا. شاركوني برايكم عن الفيلم لو شفتوه. انا محمود، وسلام.